ستحسم الأمور قبل يوم السبت، لأنه راح يكون مدرب جديد بداية من الأسبوع القادم بنسبة كبيرة. الحديث عن بعض الأسماء، الحديث عن هيرفي رونار، عن وحيد آلي لوزيتش، الحديث حتى عن اللاعب أو المدرب كيروش. البعض يتحدث أيضا عن جارديم، المدرب اللي درب في موناكو في سبورتينغ لشبونة وفي العربية السعودية. أسماء ثقيلة أيضا هنا وهناك. البعض يتحدث عن زين الدين زيدان الذي يتقاضى مليون أورو شهريا، كان يتقاضاهم في نادي ريال مدريد، وبالتالي من المستحيلات السبع ربما أن يقبل بأي عرض من الجزائر في من الجانب المالي طبعا، لأنه الاسم يتعلق باسم زين الدين زيدان. لكن غالبية المصادر أو المصادر مؤكدة لقناة الهداف تفيد أنه المدرب القادم للمنتخب الوطني سيكون المدرب هو وحيد آلي لوزيتش.